السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أتم صحة وفي أحسن حال يا رب، اللهم آمين. عايزة أقول لكم إن أنا بارحب بكل واحدة اشتركت معايا جديدة في القناة، بجد انتي أختي بجد أنا باحبكم أوي وشكرًا على دعمكم وكلامكم الحلو، وبارحب بكل الناس اللي اشتركت في القناة جديد، سواء كانوا مصريين أو غير مصريين من العراق وتونس والحتت دي كلها، بارحب بكل الناس اللي اشتركت في القناة، بجد باحبكم جدًا، واكتبوا لي أنتم بتتابعوني من أنهي بلد. آمم أنا فرحانة بصراحة أوي إن القناة عاجباكم وإن في تفاعل وبتكتبوا لي comments وبتدوني لايكات، بصراحة أنا فرحانة أوي، أوي، أوي. واللايك بتاعِك ده بيفرحني جدًا والcomments كمان بيفرحني أكتر عشان باعرف إن أنتِ عاجبِك القناة وعاجبِك الفيديو والّا لأ، يا ريت تكتبي لي وتشاركيني كل حاجة معايا، وتقولي لي الفيديوهات الجاية عايزاها عن إيه إن شاء الله بأمر الله. مبدئيًا كده داخلين النهارده بقى على أوضة البنات، أوضة البنات وما أدراكم ما أوضة البنات، طبعًا أنتم شايفينها بالمنظر ده يتهيأ لكم إن هي ما بتتعملش، بس هي والله العظيم كل يوم على الله أول ما باصحى من النوم بتتعمل، بس مش بتتعمل تنضيفة عميقة زي اللي أنا هاعملها النهارده، هي مش عميقة أوي يعني هي يعتبر إيه 50% عميقة، إحنا لسه هنعمل التنضيفة اللي هي العميقة عميقة دي على دخلة الشتا بأمر الله، تنضيفات الشتا بقى. هتعجبكم أوي التنضيفات اللي هي بتاعة الشتا العميقة دي، أنا بانضف الأوضة من فوقها لتحتها، حرفيًا باشقلب الأوضة، فاستنوا بس كده فيديوهات تنضيفات الشتا بس مش دلوقتي كده على شهر 10 والّا حاجة إن شاء الله، هنبدأ مع بعض التنضيفات، دي بس تنضيفة كده عميقة شوية عشان خاطر المدارس، آمم حبيت إن أنا أعملها للأوضة يعني قبل دخول المدارس وكده. بس مبدئيًا دخلت كده على غرفة البنات، شِلت الملايات شِلت الألعاب، هُم كانوا حاطين الألعاب في باسكت الغسيل مش عارفة ليه، فلميتها بقى في مكانها وطلّعت كل حاجة من قلب الغرفة. لقيت بقى الشباك بتاع البنات ده كان مش أحسن حاجة بصراحة، كان كلّه تراب، والنهارده بصراحة أنا مش عايزة إن أنا يعني أنضّفه كده بفوطة وجلانس وكده لأ، أنا كنت عايزة إن أنا أشيله كده وأغسله غسلة كويسة. عشان خاطر زي ما قُلت لكم التنضيفة النهارده عميقة شوية. دخلت بقى على التويلت وأخدت الشباك كده خلعته خالص من مكانه، ودخلت كده قُلت إيه أشوف بقى واستعين بالله كده ونشوف هنعمله إيه. أول حاجة بتدخلي بتعملي خلطة، باحط كلور وصابون اللي هو بتاع المواعين ده، اللي هو بريل أو أيًا يكن أنتِ بتستخدمي إيه، بتحطيه وتحطي عليه ديتول أو كلور أو أي حاجة عشان تعقّمي كمان بيها. بس، فبدأت كده معاكم زي ما أنتم شايفين حطيت كده في بولة كده أو كروانة كبيرة وحطيت فيها ال الخليط ده وبعدين جِبت كده فرشة فرشة يعني اللي هي المكنسة دي، جِبتها عشان خاطر أعمل بيها بدل ما أعمل بإسبونشة والإسبونشة تكون إيه، صغنونة يعني دي على الأقل بتاخد مكان أكبر شوية وتنجز معايا أسرع. بس هنا أهو كنت خلاص غسلت الشبابيك كده كلّها، طبعًا بادعكها كلّها كويس، هي كده بتنزّل أنا باضمن إن هي ما فيش عليها نقطة تراب، أنا بادعكها كويس من كل ناحية، الجناب وفوق وتحت وكل حاجة، وأهم حاجة لو وصلتِ لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعّلي زر الجرس عشان يوصلِك كل جديد وتشوفيني على طول، وما تنسيش تحطّي لايك لو أنتِ أصلًا مشتركة في القناة وتكتبي لي comment حلو. بس وأهم حاجة صلّيتوا على النبي والّا لأ، واستغفرتوا ربنا والّا لأ، طول ما أنتِ بتتفرّجي عليَّ أو بتتفرّجي على أي حد تاني على اليوتيوب استغفري ربنا وصلّي على النبي دايمًا طول ما أنتِ قاعدة بتتفرّجي أو بتعملي أي حاجة في بيتِك أو واقفة بتعملي أكل، بتعملي حاجة أيًا يكن استغفري ربنا وصلّي على النبي. بس، فزي ما أنتم شايفين كده أهو خلاص خلّصت وقُلت بقى إيه أشطف الشبابيك وسِبتها بقى إيه تصفّي كده في الحمام لحد ما أنا بقى إيه أطلع أنا أشوف اللي ورايا بقى في الأوضة، عشان كانت الأوضة كان ورانا فيها بصراحة حاجات كتيرة أوي. بس دخلت كده بقى على الغرفة، أول حاجة شِلتها الستاير، طبعًا الستاير مش هاشيلها دلوقتي زي ما قُلت لكم أنا هاعمل الكلام ده في التنضيف العميق، فيعني دلوقتي اللي هي إيه تنضيفة نُص عميقة كده، مش شوية إيه نُص عميقة. دلوقتي ده أول استخدام لجهاز البخار استخدمته بقى معاكم، عايزة أقول لكم يا جماعة الجهاز ده طلع خطير، خطير بجد، أنتم شايفين التراب كان لازق إزاي؟ أنا عايزة أقول لكم أنتم شايفين هو بيزُق التراب وبيسيّح التراب اللازق إزاي، يعني بجد حاجة رهيبة، أنا عايزة أقول لكم هو بس يا دوبك يسيّح التراب وأنا بامشي كده بفوطة بعده أمسح وخلاص كده الشباك بقى زي الفل،
أنتم مش متخيلين. وكمان طبعًا عقّم الشباك عشان خاطر البخار اللي طالع ده. يعني أكيد أنتم شايفين منظر التراب اللي ماشي، والمنظر أنا ما كنتش متخيلة إن ده طالع من الشباك عندي. التراب ده كان ناشف جدًا على فكرة، وما كانش بيطلع بجلانس ولا إن أنا أجيب اسبونشة وأدعكه والكلام ده كله. طبعًا البخار ده سيّح لي حاجات، حتى السيليكون اللي كان زيادة في الشباك، اللي كان مثلًا مكان ما هُم كانوا بيقفّلوا الشباك أو كده، سيّحه وطلّعه لي وخلّى لي الشباك ده بيلمع، بيلمع حرفيًا. بجد لو معاكِ أي فلوس ما تستخسريش في نفسِك وجيبيه، هيوفّر عليكِ كتير جدًا هيساعدِك كتير أوي في البيت. وكمان هاقول لكم كمان رأيي في جهاز المفروشات كمان شوية، وإيه الأحسن لو أنا معايا فلوس، أجيب جهاز المفروشات والّا أجيب جهاز البخار. هاقول لكم لو معاكم فلوس لجهاز واحد تجيبوا إيه الأحسن من التاني. بس كده. وبُصّوا برضه هنا الحتّة دي كانت أنا عمري ما كنت باعرف أوصل لها على فكرة أنضّفها. بُصّوا أنا يا دوبك حطيت عليها البخار، بُصّي طلّعت كل التراب اللي جواها. عايزة أقول لكم أنا كنت مبهورة، أنا كنت مبهورة بجد. إيه ده! هو بينضّف كده إزاي؟ بس كنت بقى فرحانة جدًا. وعلى فكرة الجهاز بتاعي من DCB، وكان التانك بتاعه على فكرة يعني قضّى لي الأوضة كلّها، ومسحت كمان الأرض وكل حاجة، كل حاجة حرفيًا مسحتها في الأوضة. والتانك قضّى الحمد لله وما خلصت على طول. يعني لسه بقى بصراحة ما استخدمتوش في المطبخ، هابقى استخدمه برضه معاكم وأقول لكم رأيي فيه وكل حاجة بصراحة عنه. هو بصراحة أنا جرّبته في الأناموتال وفي المرايات تحفة، تحفة. وكمان بقى قُلت بالمرّة كده أمسح الشباك كده من برّه، اللي هي الحتّة اللي قدّام الشباك دي. يعني أنا بالمرّة لمّا آجي أعمل حاجة أحب أعملها كده بضمير، فقُلت أمسحها برضه بالمرّة. دخلت بقى على جهاز المفروشات وجِبت الكابوتونيه بتاع السرير ده، قُلت له يالّا بقى تعالَ دورك النهارده، تعالَ بقى إيه أغسلك. على فكرة ما كانش في حاجة لإن أنا كنت لسه عاملاه من قريب، بس برضه أنتم هتشوفوا في الآخر اللي هو طلّعه. يعني ما يتهيأ لكم إن هو ما فيهوش حاجة، بس لأ هو على فكرة طلّع بلاوي. بالنسبة بقى بتحطّي إيه في مَيّة الغسيل أو كده أو المَيّة النضيفة، أنا باحط اللي هو المنظف بتاع كلين للمفروشات اللي هو بدون رغوة. أي حاجة بدون رغوة أنتِ بتحطيها. أو اكتشفت بقى اكتشاف تاني، عارفين الكلوركس الجل؟ طالعة نينجا يا جماعة فيه. بجد أنا عايزة أقول لكم عملته بقى على المرتبة. يعني أنتم هتشوفوا في فيديوهات تانية إن شاء الله الكلوركس الجل ده تحفة، تحفة، تحفة. يعني أحسن كمان من كلين. بس كلين ده يستخدم لو مثلًا المفروشات عندِك غامقة، سجادة بتاع، إنما الكلوركس الجل ما ينفعش يستخدم غير للحاجات الفاتحة بس. بس أنا يعني إيه باجرّب وباقول لكم الخلاصة بتاعتي يعني. فالclean ده برضه حلو أوي وبينضّف وبيدّي ريحة حلوة. وعلى فكرة الجهاز ده بينشّف بنسبة قولي 80%، يعني الحاجة ما بتبقاش خلاص مبلولة. بُصّي هو هنا نضّف لي كان في كام بُقعة كده في المخدة نضّفهم. وأخدت برضه السرير التاني مشيت عليه، وزي ما أنتم شايفين كده كانت الشمس كانت طالعة اليوم ده وكان الجو حلو جدًا. كنت بقى اللي باغسله باحطه على الشباك كده يتشمس ويتهوى عشان خاطر إيه برضه أخلّصه على طول. بس كده وخلّصت أهو برضه السرير التاني. وعايزة أقول لكم والله العظيم كان بيطلّع بلاوي. يعني برضه هو كان نضيف بس يعني كان بيطلّع حاجات يعني بصراحة مش لطيفة. أنتم هتشوفوا في الآخر المَيّة بتاعة السراير دي عاملة إزاي. بس زي ما أنتم شايفين كده حطيت بقى خلاص المخدات، وبدأت إن أنا أفرش بقى في الملاية خلاص. يعني طلّعت بقى ملايات نضيفة، قُلت أفرشها عشان خاطر برضه إيه أحس كده إن الأوضة نضفت معايا. وزي ما أنتم متعودين معايا إن أنا ما باحبش الملاية تكون مكرمشة. لو ملاية مكرمشة أنا باكويها على طول. يعني ما باحبش أصلًا أدخّل الملاية وهي مكرمشة جوّه الدولاب. يعني دايمًا باحب إن أنا أفرد الملاية كده على طول بالمكوة وأنا باطبّقها. بس فهنا خلاص كنت برضه فرشت الملايات وخلّصت الأوضة. عايزة أقول لكم الأوضة هنا كانت بقى بدأت تبان عليها النضافة وريحة النضافة طالعة منها. أنتم مش متخيلين الريحة كانت عاملة إزاي يا جماعة. ريحة الكلور وكلين والحاجات دي كلّها كانت ريحة الأوضة كانت فظيعة بجد. كانت ريحتها حلوة أوي. أنا ما كنتش عايزة أطلع أصلًا من الأوضة من حلاوة ريحتها. عايزة أقول لكم البنات هنا كانوا جُم وقعدوا يقولوا لي: "الله يا ماما الأوضة نضيفة." وكانوا فرحانين جدًا بالأوضة. بس جِبت بقى هنا دي الممسحة بتاعة الجهاز اللي هي الممسحة البخارية. بُصّوا بقى بتلمّع الأرض إزاي. يعني أنتم هتشوفوها في اللقطة الجاية أكتر. بتلمّع الأرض يا جماعة لمعة بجد فظيعة. أنتم مش هتتخيلوا هي بتلمّع الأرض إزاي.
بس وهنا بقى خلاص كان الشباك يعني صفّى مَيّته بقى، وأنا كنت خلاص خلّصت الأوضة، فكنت عايزة أركّب الشبابيك عشان أرجّع الكومود مكانه وأرجّع الحاجة كلّها مكانها، وهنا كنت بامسح الكومود برضه، طلّعت مفرش تاني، مفرش نضيف بقى قُلت أفرشه لهم كده، و وأحط كل حاجة أرجّع كل حاجة مكانها، وأهم حاجة لو وصلتِ لحد هنا ولسه ما اشتركتيش في القناة، يا ريت تشتركي في القناة وتفعّلي زر الجرس عشان يوصلِك كل جديد وتشوفيني على طول. بس وخلّصت كده الأوضة خلاص بدأت بقى إن أنا أقفّلها كده شوية، وزي ما أنتم شايفين كده الممسحة بقى بالبخار دي يا جماعة اختراع، اختراع بجد، اللي عايز يلمّع السيراميك لمعة أنا عمري في حياتي ما شُفتها، بجد بيلمّع السيراميك بطريقة حلوة أوي. يعني أنا الأول باكنس كويس وبعدين بامسحها وبعدين بقى بالمّع بالجهاز ده بُصّوا أهو هنا بُصّوا اللمعة أهي بتبان، وعلى فكرة هي مش عشان خاطر هي الأرض لسه يعني ممسوحة لأ، هي بتفضل اللمعة كده، اللمعة بتفضل كده وبتبقى الأرض بتضوي كده وبتلمع ومتعقّمة طبعًا أنتم بتعقّموا ببخار، فالريحة فظيعة، أنا باحط اللي هو شوية كده من اللي هو العود ده في الأرض وأنا بامسح مُعطِّر، أي مُعطِّر، مُعطِّر فريدة، بالعود، بالنضافة، بأي حاجة، وحطّه في الأرض كده وبعدين امشوا بقى بالممسحة البخارية عليه يا جماعة الريحة خطيرة. بس كده بُصّوا بقى دخّلت بقى الراديو هنا شغّلت إذاعة القرآن الكريم بقى قُلت كده تسمّع الأوضة، وسِبت الأوضة مفتوحة شوية وعشان خاطر الحاجات اللي أنا يعني اللي أنا غسلتها دي تنشف، ولّعت كده عود بخور والأوضة يا جماعة بقت زي الفل، قولوا لي بقى شطورة وقولوا لي استنوا بقى كده يعني يا ريت تكتبوا لي في الcomments مستنيين تنضيفات الشتا عشان خاطر أتشجع إن أنا أعملها معاكم، لإن دي هتبقى صعبة جدًا، أنا عارفة إن تصويرها هيبقى صعب أوي والجو حَر أصلًا، أنا عايزة أقول لكم باصور لكم والجو حَر. بُصّوا بقى المَيّة اللي طالعة من الكابوتونيه بتاع السراير، والله العظيم المَيّة دي طالعة منه، طبعًا أنتم كنتم شايفينه في الأول تقولي عليها نضيفة وما فيهاش أي حاجة، بُصّوا المَيّة طالعة عاملة إزاي. طبعًا يعني لا تعليق، أنا كنت باعملها والله وكل حاجة، بس أنا عايزة أقول لكم الجهاز ده يعني ورّاني إن أنا ما كنتش بانضّف حاجة قبل كده، التنضيف اللي هو بالفوطة ونمسح والإسبونشة والكلام ده ما كانش بينضّفها خالص، الجهاز ده بجد بينضّف تنضيف حلو أوي، بيرجّع لِك الحاجة كإنها جديدة. بس ودخلت بقى هنا، اليوم ده إحنا بصراحة ما كناش عايزين ناكله يعني طبيخ أو أكل تقيل أو كده، فقُلنا هنقضّيها أكل كده يعني تغيير، كنت هاعمل بقى، كنت هاعمل صدوق وكنت هاعمل كبدة، قُلت ونجيبوا كده عيش طازة وناكله كده مع بعض، عايزة أقول لكم كان الأكل ده كان طعمه بجد فظيع، الأكل كان طعمه حلو أوي، أوي. بس فدخلت كده أول حاجة بدأت أقطّع في الخضار، أنا قبل ما باخش المطبخ باحب إن أنا أقطّع كل حاجة وأحضّر كل حاجة جنبي، وبعدين باقف على البوتاجاز مرّة واحدة، يعني ما أقفش كده أبدأ في الأكل وأنا لسه مثلًا ما قطّعتش، وأطلع كده من نُص الأكلة لسه أقطّع قرن فلفل وأغسل طماطماية وأقطّع بصلاية والكلام ده لأ، أقطّع وأغسل كل حاجة وبعدين باقف على البوتاجاز أطبخ على طول. بس قطّعت كده زي ما أنتم شايفين طماطماية وقطّعت كمان فلفل شرايح، وقطّعت بصل كمان شرايح، قطّعت بصل فلفل صغنّن قطع صغنونة ده عشان الكبدة وليمون. أول حاجة بدأت فيها دخلت قُلت أعمل الكبدة، حطيت كده شوية زيت حلوين، وبعدين نزلت عليهم بالكبدة. هو الراجل أصلًا بيكون حاطط عليها توم وحاجات، بس أنا برضه باتبّلها تاني، باحط فلفل أسود وكزبرة وكمون وشطة، وبعدين ملح، دي التوابل اللي أنا باحطها بس. تاني كزبرة وكمون وشطة وفلفل أسود وملح، بس كده مش باحط أي توابل تانية. هنا بقى نزلت كده بحوالي فصين من التوم باقلّبهم بقى مع الكبدة، وهنا بقى ريحة الكبدة كانت فظيعة يا جماعة، دي كبدة اسكندراني، جرّبوها بالطريقة دي هتعجبكم جدًا، وحطيت بقى رشة الملح، وبعدين نزلت بالفلفل، طبعًا أنا باسيبها تتشوّح كويس، بس هو عشان أنا مسرّعة الفيديو بيتهيأ لكم إن هي خلصت على طول، بس لأ أنا يعني سايباها تتشوّح شوية كده حلوين، هي كده خلاص كانت استوت، وبعدين عصرت عليها نُص ليمونة، وبازوّد بقى ليمون جنب الأكل، اللي عايز يعصر على الساندوتش بتاعه ليمون بيعصر عادي يعني. بس دخلت بقى هنا قُلت أعمل الصدق برضه، نزلت كده بالصدق قطّعته صغنّون، قطّعته حتت كده صغيّرة، وبدأت إن أنا أشوّحه في قلب الزيت أو سمنة أو زبدة أو أيًا يكن يعني. بس شوّحته كده اديته تشويحة حلوة وأحط عليه بقى، أحط عليه شوية فلفل أسود وأقلّبه وبس كده.
يعني لو عايزين برضه ممكن ما نحطوش أصلًا حبة زيت، يعني هو أصلًا الصدق بيكون فيه دهون كفاية، فحطوا بس نقطة زيت، ونزلت بقى عليه زي ما أنتم شايفين كده بالبصل، نزلت بيه، هاقلبه كده معاه ادّي له تشويحة برضه معاه. أنا عايزة أقول لكم الصدق بالطريقة دي خطير يا جماعة، جربوا الأكلة دي على طريقتي وبجد هتدمنوها، ومش هتشتروها تاني أبدًا من الشارع، لا ساندوتشات كبدة ولا ساندوتشات صدق، بجد طعمها تحفة. بس كده حطيت البصل ومعاه السجق وبدأت إن أنا أشوحه كده، وبعدين هنحط عليه طماطم وفلفل ألوان أو أيًا يكن، يعني شوفي أنتِ بتحبي فلفل إيه، عايزة قرن فلفل برضه يكون حراق شوية، هيبقى برضه طعمه حلو جدًا وهيدّي له طعم حلو أوي. بس وباقلِّب بقى أشوّح كل ده كده مع بعض، وطول ما إحنا بنتفرّج على الفيديو صلّي على النبي، طول ما أنتِ بتتفرّجي عليَّ صلّي على النبي واستغفري ربنا، اوعي تنسي. وطول ما أنتِ واقفة بتشتغلي في شغل البيت وجه أذان أو صلاة عليكِ، سيبي اللي في إيدِك وروحي صلّي عشان خاطر ما تتعطّليش وتنسي الصلاة وتفوتِك. بس كده، دي النصيحة اللي أنا باقولها لكم كل فيديو، اوعي تنشغلي في شغل البيت وتسيبي صلاتِك وتفوتِك أي فرض فيها. أول ما تسمعي الأذان على طول خشي صلّي. تعالي بقى نقول البهارات اللي إحنا حطيناها، حطيت ملح وحطيت فلفل وحطيت شوية توم باودر وشوية بصل باودر، ولو عايزة حبة سبع بهارات مش عايزة خلاص، وحطيت كده زي ما أنتم شفتوا حوالي فص توم، ومعلقة كده كبيرة صلصة وحبة مَيّة مغلية، وقلّبي بقى الكلام ده كلّه كده في بعضه، وخلاص وسيبيها بقى إيه تتسبك شوية، يعني سيبيها كده شوية حوالي كده 5 دقايق، 10 دقايق، لحد مثلًا ما دخلت بقى قُلت إيه أعمل الطحينة. ودي يا جماعة الطحينة اللي أنا كنت جايباها من مرسى مطروح، عايزة أقول لكم خطيرة يا جماعة، تحفة، تحفة بجد. الطحينة دي أحلى كمان من طحينة فرجينيا بصراحة، وكان سعرها على فكرة أرخص منها. اسمها طحينة قطوف أو قطوف مش عارفة يعني، أنا كنت جايباها من شارع إسكندرية من محل كان في وش راس البر على طول. كانت حلوة بصراحة طعمها حلو أوي، أوي، ومش مغشوشة ولا أي حاجة. حطيت إيه بقى، حطيت شوية كمون وفلفل أسود وشطة، وبتحطي عليها حبة ملح ونقطة صغيرة خالص من الخل، وعصير ليمونة أو نص ليمونة. وعلى فكرة هي تقيلة، الطحينة تقيلة ومش مغشوشة يعني، فبتتقل معاكِ وترمي معاكِ كمية كويسة. بس كده عصرت بقى الليمون أهو زي ما أنتم شايفين، وهنا كان خلاص يعني الصدق خلاص بقى يعني استوى، وباحط حبة مَيّة من الكاتل دافيين، اوعي تكون مَيّة سخنة، بس عشان خاطر يعني تفُك الطحينة بس، ما تبقاش إيه يعني متجمدة كده لأ تفُكّها لي كده وتخلّيها لي حلوة. قعدت أقلّب بقى كده فيها شوية حلوين، وبعدين أحطها في التلاجة شوية لحد بقى أمّا زوجي كان ييجي من الشغل، وبعدين كنا هناكل على طول. بس كده وخلاص أهو أنا عملت الطحينة، بُصّوا سمكها يا جماعة تحفة. بُصّوا خلاص بقى جِبنا العيش، وكان العيش هنا كان سُخن، كان زوجي كان جايبه سُخن من الفرن كان مولّع، وحطيت بقى السجق وعليه الطحينة، وكان وجبنا شيبسي معاهم، وكانت أكلة تحفة والله أحلى من الطبيخ والكلام ده خالص، وعلى فكرة ما أخدتش 10 دقايق، يعني عملتها بسرعة جدًا. يا ريت بقى لو الفيديو عجبِك ما تنسيش تحطّي لايك وتفعّلي زر الجرس وتشتركي في القناة عشان يوصلِك كل جديد وتشوفيني على طول، واستنوني بقى في فيديو جديد، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ومع السلامة.